في رجال ما يكسر التعب ولا ضغط الحياة ولا حتى قسوة الدنيا، لكن أكثر شيء ممكن يهده من الداخل هو ما يرجع بيته ما يلقى احترام من زوجته، يحس نفسه بلا قيمة، كأن وجوده وعدم وجوده واحد. يدخل البيت وهو متضايق ثقيل على قلبه، لدرجة أحيانا يفضل يجلس لحاله برا البيت ولا يسمع كلمة تجرحه أو أسلوب يهينه. والأصعب لما يصير هذا كله قدام الأطفال. هنا ما ينكسر الزوج بس، حتى صورة الأب تبدأ تطيح بعيون عياله، والأولاد بطبيعتهم يقلدون. إذا شافوا أمهم تقلل من احترام أبوهم يبدأون يسوون نفس الشيء تدريجيا. ومع الوقت يصير الأب موجود بالجسد فقط، لكن كلمته ضعيفة وهيبته اختفت، ويعيش داخل بيته كأنه شخص مهمش. الزوج هنا يدخل بدوامة مؤلمة، يسأل نفسه كل يوم: هل أترك وأخسر عيالي تتفكك العائلة، أو أتحمل الألم والإهانة عشانهم؟ قرار مو بسهل أبدا، لكن السؤال الحقيقي: إلى متى؟ إلى متى الإنسان يعيش بهالطريقة بدون راحة، بدون تقدير، بدون سكينة؟ الزواج مو حرب على السلطة، مو منافسة مين يتحكم أكثر. الزواج شراكة، احترام واحتواء. مو كل اختلاف يعني إهانة وصراخ وتقليل قيمة الطرف الثاني. إذا شفتي من زوجك شيء يزعلك، تكلمي، ناقشي، عبري عن مشاعرك، لكن لا تهدمين رجولته كل يوم بكلمة أو أسلوب جارح. بعض الزوجات للأسف يبغون كل شيء يمشي على مزاجهم فقط. إذا ما صار اللي يبغونه تبدأ المعاملة القاسية والصوت العالي والتقليل المستمر. لكن اللي كثير ما ينتبهون له إنه أكثر ناس يتضررون هم الأطفال. البيت اللي ما فيه احترام يطلع جيل متعب نفسيا، جيل ما يعرف معنى الأمان ولا التقدير. والرجل مهما كان قوي يبقى يحتاج كلمة طيبة وتقدير وشعور أنه مرغوب ومكانته محفوظة. والمرأة كذلك تستحق الاحترام والتقدير والمعاملة الحسنة. الحياة مو تحدي بين الزوجين، الحياة مودة ورحمة. إذا تبغون بيت هادئ وسعيد ابدأوا بالاحترام. الاحترام مو ضعف، الاحترام هو الشيء اللي يخلي الحب يعيش مهما مرت الظروف. خففي صوتك، ليني أسلوبك، وتكلمي بحب بدل القسوة، قبل ما يوصل الطرف الثاني مرحلة ما عاد في شيء بقلبه غير التعب. وفي النهاية كل إنسان يعامل الناس بالطريقة اللي يحب الناس يعاملونه فيها.